تكنو كامن 40 برو ال 5G كان موبايل منافس في الفئة المتوسطة في السوق المصري لسنة 2025. لو انت فكرت تجيب الموبايل ده او تجربه مش هيزعلك تماما من اول التصميم لحد البطارية وسرعة الشحن. ولكن التكنو كامن 50 برو ال 5G غير تماما. شوية حاجات اتطورت ودت الموبايل ده في حتة تانية وخلت النسخة الجديدة هي متوحشة اكتر واكتر تكامل بشويه حلوين من التكنو كامن 40 برو ال 5G. فلو انت بتفكر تشتري استنى، لان التكنو كامن 50 برو ال 5G بيقدم نقله محترمه. انزل على طول كده صلي على النبي، اضغط اللايك. اما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو كالعاده ونشوف التكنو كامن 50 برو ال 5G المتوحش ده بيقدم ايه على الفئه المتوسطه لسنه 2026. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. ومن فتره مش كبيره تكنو اعلنت عن التكنو كامن 50 برو ال 4G، واعلنت بعدها عن التكنو كامن 50 الترا. كان موبايل مرعب باداء قوي جدا، وقلت لك من فتره ان التكنو كامن 50 برو ال 5G جاي في السكه، وبالفعل حصل. والتكنو كامن 50 برو تم الاعلان عنه رسميا النسخه ال 5G المتوقع بنسبه كبيره انها جايه السوق المصري عشان تكون بديل للتكنو كامن 40 برو ال 5G اللي موجود عندنا دلوقتي في السوق المصري في حدود ال 14,000 جنيه. وتعالى بقى نشوف التكنو كامن 50 برو ليه انا شايفه اكثر تكامل بشويه حلوين من التكنو كامن 40 برو، وايه الجديد اللي بيقدمه. لو بصيت على تصميم التكنو كامن 50 برو ال 5G هتحس ان التصميم ده ارقى. تحس ان تكنو وصلت للنقطه اللي اقدر اقول عليها انها خلاص اتحكمت في التصميم، اتمكنت منه، خلت التصميم جمالي اكتر. وده اللي حصل مع التكنو كامن 50 برو ال 4G والتكنو كامن 50 الترا. عائله التكنو كامن 50 السنه دي بتقدم تصميم ارقى، تصميم اشيك، تصميم تحس ان خلاص تكنو جابت اخر الشكل الجمالي بتاعها اللي كانت بادئه مع التكنو كامن 40. الخامات هنا مفيش جديد، الظهر هنا من البلاستيك، فريم من البلاستيك. ولكن الموبايل ده اللي بيميزه الاي بي 68 والاي بي 69 والاي بي 69 كي، وكمان معاه شهاده عسكريه مقاوم للصدمات. بس ما تلعبش على النقطه دي من الاخر، او ما تروحش للموبايل ده عشان نقطه الصدمات، لان زي ما قلت لك الحاجات دي نسبه وتناسب. كمان سمك الموبايل هنا يعتبر كويس 7.8 مللي. فمجملا التصميم انا راضي عنه جدا. هو نفس تصميم التكنو كامن 50 برو ال 4G، هو نفس تصميم التكنو كامن 50 الترا. السلسله كلها السنه دي تصاميمها محترمه قوي. ودلوقتي بقى ننتقل لنقطة الشاشة. بصراحة حصل شوية تطورات على الشاشة حببتني أكتر في شاشة التكنو كامن 50 برو ال 5G. ده لأن الشاشة هنا بتيجي من النوع أمليد. الشاشة لا زالت كيرف، دي النقطة اللي عندي عليها اعتراض. كان نفسي تكنو تخليها مسطحة. حجم الشاشة 6.78 إنش، زائد كمان إن الشاشة هنا اللي اتطور فيها إنها بقت 1.5K، ودي حاجة كويسة. كثافة البكسلات هنا عالية، 429 بكسل لكل إنش، فالشاشة هنا هتكون معاك شارب اكتر. زائد هنا ان تكنو احتفظت بال 144 هرتز في الشاشه، وكمان الشاشه بقت بتوصل في البيك ل 4500 نت، وده برضو يعتبر شيء كويس. وكمان الشاشه بتدعم ال HDR، زائد ان الحواف قلت بشكل ملحوظ عن النسخه اللي كانت قبله التكنو كامن 40 برو ال 5G. فنقدر نقول اللي اتطور هنا حته الدقه في الشاشه، وكمان الحواف قلت والسطوع زاد شويه. كل دي حاجات ايجابيه جدا على النسخه الجديده اللي المفروض هنشوفها في السوق المصري. ودلوقتي بقى ننتقل لنقطة الأداء. وبرضو الأداء اتطور حاجة بسيطة. بدل ما كان عندك في التكنو كامن 40 برو 5G دايمنستي 7300، بقى عندك الدايمنستي 7400. مفيش فرق كبير ما بينهم، يعني مش نقلة كبيرة. المعالج لازال 4 نانومتر بالظبط زي الدايمنستي 7300. وزي ما قلت لك الفرق بسيط قوي قوي لصالح ال 7400. هنا في 3 نسخ: 8 256، 12 256، 12 512. واعتقد ان اللي هتجيلنا مصر هي ال 12 256 زي اخوه اللي كان قبله. لا زال الموبايل بيدعم تركيب شريحتين، ولكن المره دي بقى انت بتاخد اندرويد 16، بتاخد الهاي او اس 16 واجهه تكنو الجديده،
وكمان بتاخد 3 سنين سوفت وير ابديت. كان نفسي سنين الدعم تزيد شويه، ولكن تكنو مستمره على الثلاث سنين سوفت وير ابديت. والاداء في الموبايل كويس جدا، اداء الالعاب كويس مفيش اي مشكله. المعالج ده بيلعب 90 فريم عادي، الاداء كويس، هو اعلى بنسبه بسيطه من التكنو كامل 40 برو. ولكن دي مش النقطه اللي انا جاي اقول لك روح هات التكنو كامل 50 برو او استناه على حساب ال 40 برو، لان الفرق في الاداء مش كبير. الحاجة اللي تخلّيني أقول لك ركّز مع التكنو كامل 50 برو ال5G، لإنه وصل لمرحلة التكامل فعلًا هي الكاميرات، ده لإن الموبايل ده بييجي ب3 كاميرات في الضهر، 3 كاميرات مستخدمين، كاميرا أساسية 50 ميجا بكسل مع OIS، كاميرا تانية 50 ميجا بكسل للتقريب بتدّي لك صور 3x اوبتيكال زوم مع OIS، وكاميرا واسعة 8 ميجا بكسل، وبيدعم تصوير الفيديو ال4K 30 فريم ما فيش أي مشكلة، وكاميرا أمامية اتطورت 50 ميجا بكسل وبتدعم تصوير ال4K برضه 30 فريم ما فيش اي مشكله بالنسبه لك. وتجربه الكاميرات هنا احلى، تجربه الكاميرات هنا متطوره اكتر، كمان معاك تعدديه اكتر، تقدر تاخد صور بورتريه افضل 3x، زائد انك تقدر تاخد صور بالكاميرا الالترا وايد الواسعه، وكمان بالكاميرا الاساسيه اللي هو البعد ال1x. فانت عندك 3 ابعاد بؤريه مختلفه، ودي حاجه ممتازه انك بتاخد 3 زوايا تقدر تتصور بيهم، على عكس التكنو كامل 40 برو ال5G اللي كانوا زاويتين بس. فالموبايل ده بالنسبه لي هو اكتر موبايل قدم التوليفه المثاليه على الفئه المتوسطه. مفيش اي موبايل في الفئه المتوسطه بيقدم ال3 كاميرات بالكاميرا التليفوتو غير الموبايل ده، وده التطور اللي انا كنت مستنيه على التكنو كامل 40 برو اللي يعتبر موبايل محترم ما كانش ناقصه غير مجرد حاجات بسيطه. بقيه الحاجات التانية كويسه، الموبايل بيجي ببصمه ممتازه لا زالت اوبتيكال موجوده تحت الشاشه، بصمات تكنو كويسه بتشتغل بكفاءه زي انفينكس، عندك كمان سماعات ستيريو لا زالت موجوده، اكيد ما فيش مدخل 3.5 مللي، عندك الان اف سي والاي ار، كل المستشعرات موجوده ودي حاجه كويسه، مستشعر التقارب حقيقي، مستشعر الجيروسكوب موجود، وكمان عندك البوصله عشان لو انت بتحتاج تفتح المابس او شغلك بيعتمد على انك بتستخدم الخرائط، هتكون بالنسبه لك حاجه كويسه برضو، مش هتعاني مع الموبايل ده. واخيرا بقى في تطور محترم في البطاريه، بقت 6500 ملي امبير، بطاريه تكمل معاك اكتر من يوم، ومعاك سرعه الشحن لا زالت هي 45 واط. فانت لو ركزت على التكنو كامل 50 برو ال5G هتلاقي ان هو زاد فيه تطورات بسيطه، ولكن هتفرق معاك في تجربه الاستخدام، وبتاخد الموبايل ده من مجرد موبايل عادي لموبايل متكامل. زي ايه؟ زي التصميم اللي بقى افخم اكتر، مش افخم كخامات، انا بتكلم افخم كمنظر. تكنو ارتقت بالتصميم شويه، عملت شويه لمسات جماليه ادت للتصميم شكل افضل، زائد كمان ان انت لازال معاك المقاومه العاليه للغبار والميه عادي، وبل معاك كمان شهاده عسكريه اللي هي الام اي ال اس دي 810 ات. بصيت على الشاشه هتلاقي ان انت خدت الدقه ال 1.5K، خدت كثافه بكسلات عاليه، شاشه شارب اكتر، كمان خدت سطوع اكتر في الشاشه دي وحواف اقل، ودي برضو حاجه كويسه، تطورات محترمه بتعلي معاك تجربه الاستخدام. بالنسبه للاداء هو ما اتطورش كتير، ولكن انت برضو خدت المعالج الاحدث، زائد كمان انك بتاخد الواجهه الاحدث الاندرويد 16، وبتاخد الهاي او اس 16، ومعاك ال3 سنين سوفت وير ابديت. النقطه الاهم والابرز في التطورات دي هي الكاميرات، واضافه الكاميرا التليفوتو 3x اوبتيكال ال 50 ميجا بكسل اللي بتدي لك صور بورتريه محترمه، واللي بتخلي الموبايل ده يتربع على عرش الموبايلات في الفئه المتوسطه، لان هو الموبايل الوحيد اللي بيجي بتوليفه الكاميرات دي بكاميرا اماميه 50 ميجا بكسل محترمه وتصوير 4K في جميع الكاميرات، زائد كمان تطور في البطاريه 6500 ملي امبير عشان تكمل معاك اكتر، مع استمرار السماعات الاستيريو والبصمه المحترمه، وكمان سرعه الشحن ال 45 واط بالان اف سي والاي ار. فالحاجات اللي كانت بتنقص التكنو كامل 40 برو على الفئه المتوسطه، جه التكنو كامل 50 برو خلاص قفل كل حاجه كانت ناقصه، وبقى موبايل حرفيا شبه متكامل. اللي ناقص من وجهه نظر التسعير، اتمنى التسعير محترم للموبايل ده. يا سلام لو تكنو نزلت الموبايل ده في سعر التكنو كامل 40 برو، اقدر اديله بضمير مرتاح القيمه الاعلى مقابل سعر بالتفوق على كل الموبايلات، لو كان فعلا سعره هيكون مكان التكنو كامل 40 برو، لان فعلا ما فيش اكتر من كده تكامل على الفئه السعريه دي. يا ريت انت تنزل تحت تقول لي رايك، تقول لي هل انت مستني الموبايل ده ولا لا، توقعاتك للسعر هيكون كام، وهل انت شايف ان الموبايل ده هيبقى اغلى ولا ارخص من التكنو كامل 40 برو. وكالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.